بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. أعزائي عزيزتي المتابعين والمتابعات، المشاهدين والمشاهدات، تلاميذ والتلميذات، الآباء والأمهات، الناس اللي كيتابعونا وكيشوفوا هذه القناة، مرحبا بهم. الناس اللي كيشوفوا القناة أول مرة كذلك كنرحبوا بهم. اليوم كذلك في هذا الفيديو كما الفيديو اللي داز ديال البارح غادي نتحدثوا على آخر المستجدات فيما يخص يعني الإضراب اللي كيخوضوه الأساتذة. تقريبا دابا راه دخل في الشهر الثاني، يعني من قبل 5 أكتوبر إلى يومنا هذا. اليوم كذلك تميز بأشكال نضالية في مختلف ربوع المغرب، يعني من الشمال للجنوب الشرق الغرب، في مختلف الأكاديميات وكذلك المديريات والنيابات التعليمية. يعني ممكن لكم تشوفوا يعني على المنصات ديال التواصل الاجتماعي كانت واحد الوقفات احتجاجية كبيرة جدا، وهذا الشيء ما كيعبر على إلا على يعني كما كنقولوا كيعبر على الوعي والنضج ديال الأسرة التعليمية وخاصة الأساتذة، يعني بحساسية المرحلة، وكيعبر كذلك بالتضامن ديالهم والاتحاد ديالهم في يعني في مواجهة التعنت ديال الحكومة يعني في حل هذا الملف، يعني منذ اللحظة الأولى، يعني ومنذ خروج يعني كما كنقولوا الشرارة الأولى ديال الإضراب ديال الأساتذة. ما كانش واحد التجاوب مع الأساتذة المضربين، وهذا الشيء اللي زاد صعد وأجج الوضع وجعل أنه مختلف المنابر الإعلامية وكذلك الصحافة، من صحافة، أساتذة جامعيين، ناس مختصين، يعني كلهم لا حديث اليوم إلا عن الإضراب اللي كيخوضوه الأساتذة، واللي كيطالبوا فيه الوزارة بالسحب ديال النظام الأساسي اللي جات به الوزارة مؤخرا، واللي كل شيء أصبح كيعرف الطريقة اللي طبخات بها الوزارة هذا النظام الأساسي. الشيء اللي يعني أثار حافظة الأسرة التعليمية وجعلها أنها تخرج للشارع مطالبة بسحب هذا النظام الأساسي. إلى عاودنا رجعنا لهذا النظام الأساسي كذلك ونعاودنا نديروا فيه واحد القراءة، كنوجدوا بأنه خدا مجموعة ديال العقوبات من النظام الأساسي ديال الوظيفة العمومية، وجابها وحطها في النظام الأساسي ديال وزارة التربية الوطنية وطبقها على الأساتذة. كتشكل واحد الخطر على المسار المهني ديال الأستاذ، وكذلك على التقاعد ديالو في نهاية يعني المسيرة المهنية ديالو. كذلك من المسائل اللي جا بها النظام الأساسي واللي هي كيعتبروها الأساتذة خطيرة جدا، وهي المهام اللي تزادت للأستاذ. دابا الأستاذ زيادة على أنه يعني كيشتغل في القسم، كيحضر الدروس، كيقوم بالمهمة النبيلة ديالو هي التربية والتعليم داخل القسم. زادت ليه واحد المهام اللي هي كانت في الأصل في الأول كان كيقوم بها الأستاذ طواعية من قبل مثلا ممكن الأستاذ زيادة على الساعات اللي كيخدم القانونية ديالو يزيد مجموعة من الأنشطة تلامد، مثلا بحال الساعات ديال الدعم اللي غتكون دايرينها هما خارج أوقات العمل. وكذلك ولا مفروض عليه أنه يشارك في الأنشطة الموازية ولا الأنشطة اللي كتقوم بها المؤسسة
يعني اللي داخله في الحياة المدرسية ولات مفروض عليه بقوة القانون، يعني وإلا ما دارهاش مقابلها واحد المجموعة ديال العقوبات، عقوبات خطيرة، بحال مثلا كاين عقوبات من الدرجة الأولى بحال التوبيخ والإنذار، العقوبات من الدرجة الثانية، العقوبات من الدرجة الثالثة، والعقوبات من الدرجة الرابعة. وهاد العقوبات يعني من الدرجة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، هاد العقوبات هذه جات يعني مقابلة المهام اللي تزادت ليه، بمعنى ما درتيش هادي غادي تقابلها واحد العقوبة يا إما من درجة واحد ولا جوج ولا ثلاثة ولا أربعة. وهنا كذلك تعطات واحد السلطة للمدير وكذلك المفتش أنه مثلا التقييم ديال الأستاذ ولا عدم يعني ولا عدم يعني المشاركة الأستاذ ولا الانخراط ديال الأستاذ في هذه الأنشطة ولات كتخضع للسلطة التقديرية ديال المدير وديال المفتش. وهذا الشيء هذا كيتعتبر يعني مسائل خطيرة. وهاد الأنشطة هذه يعني غيديرها الأستاذ يعني كما قلت لكم يعني ملزم وبقوة القانون بعد ما كان كيديرها وكيشارك فيها يعني طواعية وبدون مقابل. هذه النقطة كذلك جعلت الأساتذة أنهم كيخرجوا للدار لأنه تزادت لهم مجموعة من المهام بحال هاد المهام هذه، ولكن بدون تعويض، يعني تزادت لك فقط بدون تعويض، على العكس من مثلا من الموظفين الآخرين بحال مثلا الموظفين ديال الإدارة، المدراء، المفتشين، المتصرفين، الأساتذة المبرزين، الناظر، حارس العام الخارجية، حارس العام الداخلية، المدير ديال الإعدادي، مدير الثانوي. هاد الناس هادو كلهم جاتهم واحد التعويضات مقابل المهام اللي كيديروها، ولكن إلا الأستاذ تزادت ليه مهام وتزادت ليه عقوبات ولكن بدون مقابل. يعني كما قلت لنا، كما كنقولوا دائما الأستاذ هنا، الأساتذة في هذه النقطة هذه حسوا كما كنقولوا حسوا بالحقرة وحسوا يعني بانتقاص ولا انتقاص من الكرامة ديالهم، الشيء اللي جعلهم أنهم يخرجوا يتظاهروا في الشارع ويديروا يعني مجموعة ديال التظاهرات والاحتجاجات في الشارع. كذلك النقطة اللي تسجلت اليوم الأربعاء 15/11/2023 هو خروج جمعيات آباء وأولياء أمور التلاميذ وكذلك الآباء والأمهات في مختلف المدن المغربية، الخروج ديالهم للاحتجاج على الضياع ديال الأبناء ديالهم وعدم يعني الذهاب ديالهم للمدرسة. ويعني هذا الشيء اللي كيشكل بالنسبة للأبناء ديالهم واحد الخطر، لأنهم ما كيستافدوش من الدروس وكيبقاو كما كنقولوا غير كيدوروا في الزنقة ومتشردين في الزنقة إلى آخره. وهذا الشيء اللي كيشكل عليهم خطر وممكن أنه يؤدي لواحد السنة بيضاء إلى استمرت الأمور على حالها. وهذا الشيء دائما هما كذلك جمعيات آباء وأولياء الأمور ديال التلاميذ، الآباء والأمهات حملوا كذلك الوزارة المسؤولية وحملوا كذلك الحكومة المسؤولية على هذا الشيء اللي كيوقع، وعبروا كذلك على التضامن ديالهم، مشكورين التضامن ديالهم مع الأستاذ، واعتبروا بأنه تحسين وضعية الأستاذ واسترجاع الكرامة للأستاذ هو يعني هي واحد النقطة جوهرية باش أنهم يرجعوا للأقسام ويأدوا هذيك الرسالة النبيلة ديالهم ويقربوا الوليدات كما كنقولوا ويتعاملوا مع الوليدات كذلك في أحسن الظروف. من ضمن النقاط اللي كذلك سجلناها واحد النقطة اللي سجلتها أنا البارح في ما يخص التصريح ديال الأستاذ عمر الشرقاوي، اعتبر بأنه
المطلب ديال الأساتذة اللي كيتمثل في السحب ديال النظام الأساسي، اعتبروا بأنه غير ممكن ومستحيل قانونيا. علاش؟ لأنه السحب ديال النظام الأساسي في النظر ديالو سيؤدي إلى فراغ قانوني، بمعنى ما كاين والو، يعني ما كاين حتى حاجة. وبالتالي اعتبر بأنه من الأحسن للأساتذة أنهم يطالبوا بالتعديل أو النسخ ديال هذا النظام الأساسي. في حين شت يعني واحد المسؤول آخر، واحد الأستاذ، وبالضبط هو أستاذ حسن اللحية، أنه يعني كيطرح واحد السؤال على عمر الشرقاوي بصفته أنه مختص في القانون: علاش ما ممكنش أننا نسحبوا هذا النظام الأساسي؟ هذا النظام الأساسي أصلا شكون اللي دارو؟ راه دارو بشر، وانا كذلك انا ما مختصش، يعني ما عنديش علم مثلا واش بصح انه الا تم السحب ديال هذا النظام الاساسي يعني غيؤدي هذا الى واحد الفراغ قانوني. صراحة ما عرفتش واش ممكن انه يتم السحب ديال هذا النظام الاساسي، او انه ممكن يتم التعديل ديالو ويتم يعني النسخ ديالو والتعديل ديال البنود اللي جات به، وخاصة هذيك البنود المتعلقة بالعقوبات وكذلك المهام. الكثير من الناس وكذلك الكثير من الناس والرأي العام الجماهير كذلك أنه كتشوف الأستاذ خارج كيتظاهر في الشارع ولا أمام المديريات والأكاديميات، كيعتقد بأن الأستاذ راه باغي يتزاد ليه في الأجرة، وهذا غير صحيح. ولا أنه الأستاذ كيطالب بالزيادة في الفلوس، كيطالب أنه يزيدوه في الأجرة. الشيء الوحيد ولا النقطة الأساسية والمشكل الوحيد اللي جعل أنه الأساتذة يخرجوا يتظاهروا في الشارع ويديروا الإضراب يعني في الشارع، ويمشيوا للرباط يديروا إنزال في الشارع في الرباط أمام الوزارة وأمام البرلمان، هو هذا النظام الأساسي اللي يعتبره الأساتذة نظام مآسي، ماشي نظام أساسي ديال التربية الوطنية. لأنه غادي يرهن يعني واحد المدة، غيرهن الأجيال الجاية وحتى الأساتذة اللي جايين اللي عاد غيتخرجوا، وكذلك غيرهن المستقبل ديال التلميذ، ماشي غير ديال الأستاذ، المستقبل ديال التلميذ والمستقبل ديال الأسر والمستقبل ديال الأستاذ كذلك. الأساتذة اللي غيجيو من بعد غيرهنهم لمدة واحد 30 سنة ديال المعاناة، و30 سنة ديال الدل كما كنقولوا، و30 سنة ديال المعاناة، لا بالنسبة للأستاذ ولا بالنسبة للتلميذ ولا بالنسبة للأسر. وهذا الشيء اللي يعني تفطنات ليه الأسرة التعليمية وتفطنوا ليه الأساتذة، الشيء اللي جعلهم أنهم يخرجوا الشارع يتظاهروا. يعني هنا ما يمشيش يعني العقل ديال المواطن المغربي البسيط انه كيشوف الاستاذ خرج كيتظاهر لا راه هو باغي يزيدوه في الخلصه ولا باغي يزيدوه في المنضه الى اخره. اذا شنو هو المشكل اللي جعل الاساتذه يخرجوا للشارع ويتظاهروا ويديروا الاضراب؟ راه هو النظام، القانون اللي خرجته الوزاره واللي خرجته الحكومه اللي كتنظم به قطاع ديال التربيه الوطنيه كما كنقولوا، وكتحد من القدرات ديال الاستاذ، وكتجعل انه الاستاذ هو يعني واحد الحلقه اضعف يعني من الوزير الى حتى المدير حتى الاستاذ. الحلقه الاضعف اصلا الأستاذ من 2011 يعني من 2011 ولا من الحكومة ديال عباس الفاسي، الأستاذ يعني ما تزادتش ليه في الأجرة ديالو، ما تزادش ليه في المنضة ديالو منذ 2011. وهذا الشيء اللي خاص يعرف المواطن المغربي، هذا الشيء اللي خاص يعرفه الأسر المغربية. الأستاذ الوحيد من بين الموظفين في المغرب اللي كيشد أقل أجر، اللي المنضة ديالو ضعيفة. وانتم كتعرفوا بأنه
الأستاذ راه هو كيقوم بواحد المهمة نبيلة، واحد الرسالة نبيلة. بمعنى إلا ما كانش الأستاذ مرتاح ماديا وعنده واحد الظروف ديال العمل والظروف ديال الاشتغال، واحد الظروف مريحة، راه ما غاديش يقدر يعطي داكشي اللي منتظرين منه، وداكشي اللي منتظرين منه الأسر. هادشي يعني هذه هي النقطة الأساسية اللي جعلت أنه الأساتذة يخرجوا للدار. كما قلت لكم هو النظام الأساسي المشؤوم اللي أنا شخصيا قريته وعاودته. يعني أي واحد كيقرأ هذا النظام الأساسي غادي يشعر بالغبن وغيشعر بالحقرة. علاش؟ أنه نظام أساسي اللي ترصدات ليه واحد الميزانية كبيرة تمثلت في 9 المليار ديال الدرهم، كلها مشات للتعويضات ديال الأعباء، تعويضات تكميلية ديال الناس ديال الإدارة، الناس ديال المراقبة، الناس ديال التفتيش، كلها مشات. ولكن الأستاذ ولو كما كنقولوا ولو درهم، في حين زادوه المهام. الحاجة الوحيدة اللي تزادت ليه هي المهام، هي زادوه الساعات الإضافية وزادوه العقوبات كذلك من فوق. هذه هي النقطة الوحيدة اللي تزادت للأستاذ. وهذا الشيء اللي كما قلت لكم اللي خصو يعرفوه الأسر ويعرفوه المغاربة فيما يخص هذا الشيء اللي وقع دابا ديال الإضرابات ديال الأساتذة. زيد على هذا أنه يعني منذ 5 أكتوبر اللي كانت نورمالمون هو اليوم العالمي للمدرس، 5 أكتوبر اللي كيحتفل به المدرس يعني مع التلامذ، مع جمعية الآباء، مع المدرسة، وكتكون يعني كتكون واحد الأنشطة كيديرها الأستاذ، يديروها الأساتذة، يديروها المدراء بمعية الأساتذة والتلاميذ وجمعية الآباء، احتفاء بهذه المناسبة اللي كيتم فيها التكريم ديال مجموعة ديال الأساتذة غالبا اللي كيكونوا يعني محالين على التقاعد ولا غيخرجوا التقاعد، كيتم التكريم ديالهم. هذا اليوم هذا كان هو واحد اليوم ديال الإضراب بالنسبة للأساتذة، واليوم ديال الاحتجاج بالنسبة للأساتذة اللي كانوا يعني مشاو داروا الأساتذة مشاو الرباط وكيحتجوا على هذا النظام الأساسي. يعني هذه شهرين والأستاذ كيحتج، ولا من مستجيب ولا حتى شي واحد، لا من الوزارة ولا من الحكومة. كانت واحد الاستجابة فعلية. مني كنقول استجابة فعلية أو فورية، أنه يتفتح واحد الحوار جاد ومسؤول مع الأساتذة. هاد الحوار اللي ممكن غيتفتح مع الأساتذة، الوزارة كانت دائما كتدير هذا الحوار مع النقابات مع الأسف اللي هي من المفروض أنها تمثل الشغيلة التعليمية وتمثل الأستاذ وتدافع على حق الأستاذ وتدافع على هاد الشغيلة التعليمية. مني شافت هذاك النظام الأساسي ما كانش في المستوى وما توفقاتش، ولا لربما كان واحد التواطؤ ما بين بعض النقابات مع الوزارة، والشيء اللي جعل أنها الوزارة تستعجل يعني كما كنقولوا زربات وخرجت هذاك النظام الأساسي يعني مباشرة في ظرف غنقول لكم تقريبا في واحد الظرف ديال الأسبوع مباشرة من تصدر المشروع المرسوم ديال النظام الأساسي. تقدم يعني في واحد الوقت قياسي تعطى للنقابات باش يصدقوا عليه، والكل كيعرف الطريقة كيفاش منحات الوزارة ولا الوزارة التربية الوطنية عطات هذاك المشروع المرسوم ديال النظام الأساسي، عطاتو النقابات باش يصدقوا عليه في 10 ديال الليل كما صرحوا بعض النقابات في 10 ديال الليل، ولا غد ليه في الصباح قالوا ليهم قراوه وفي الصباح غدا ان شاء الله جيو تسينيو عليه. اذا هذا هنا كيطرح واحد السؤال: كيف يعقل انه نظام اساسي اللي غيرهن المستقبل ديال الشغيلة التعليمية وغيرهن المستقبل ديال التعليم في المغرب لمدة واحد 25 عام ولا 30 عام كيتم النقاش ديالو بهذه الطريقة،
وفي غرف مظلمه كما كنقولوا، وحسي مسي، وما تمش الاشراك ديال الاسره التعليميه والمتمثله اساسا في الاستاذ. اذا تعطى لهم مع العشرة الليل ولا غد ليه مع العشرة، قالوا له رجعوه لينا باش تقراوه ورجعوه لينا باش نسينيوه. كيف يعقل ان هذا النظام الاساسي اللي ترصدات ليه 9 المليار ديال الدرهم انه كيتم المصادقه عليه بهذه الطريقه هذه؟ هذا سؤال، يعني واحد السؤال كنطرحوه جميعا. كذلك النقابات ما قامتش بالدور ديالها، لربما كان واحد التواطؤ. يعني هنا كنطرحوا مجموعه ديال الاسئله. هذا الشيء اللي جعل انه ما كانش واحد التواصل ما بين الوزاره والاساتذه. هذاك التواصل اللي ممكن انه ديروا النقابات تواطأت مع الوزاره، وبالتالي ادى الى هذا الشيء اللي كنشوفوا حاليا ديال الاضراب ديال الاساتذه. وكرر هو واحد الاضراب، يعني اضراب اللي حقق واحد انخراط غير مسبوق ديال جميع فئات الاساتذه، لا الابتدائي، الاعدادي، الثانوي، بواحد النسب اللي هي نسب مرتفعه جدا، الى درجه انه يعني غير نعطي مثلا غير في السيكتور ولا في الحي اللي كنسكن فيه انا، يعني اي مدرسه كندوز من حداها كنلقاها ساده، بمعنى هناك اضراب 100%. الاضراب 100%. زيد على ذلك الاحتجاج ديال الاباء والامهات، وكذلك هذا الشيء اللي كنشوف في وسائل التواصل الاجتماعي. هذا الشيء كامل كما قلت لكم ما كانش واحد التواصل. ومؤخرا لا التصريح الاول ديال وزير التربيه الوطنيه شكيب بن موسى ردا على الاحتجاجات ديال الاساتذه والخروج ديالهم والانزال ديالهم اللي كان في الرباط. خرجوا كيصرح لاحدى الصحافه الوطنيه واحدى الندوات الصحفيه، كيصرح بانه الاساتذه يعني ما خرجوش على قبل النظام الاساسي، وانما الاساتذه بشل الجانب انه الاساتذه كيحتجوا على الزيادات في الاجور، والاساتذه راهم عندهم تعويضات، وهذا النظام الاساسي راه جا باش ينصف الاستاذ وينصف التلميذ الى اخره. ومرر مجموعه ديال المغالطات، والطامه الكبرى انه صرح بان الاساتذه راهم كيحسنوا الدخل ديالهم باش بالساعات الاضافيه، وكيحسنوا الوضع ديالهم بالاوراق التصحيح، في حين ان اوراق التصحيح يعني نقدر يعني يحشم الانسان يذكر الثمن ديال اوراق التصحيح، يحشم الانسان يذكر هذاك المبلغ. نفترضوا ان مثلا استاذ ديال التعليم الابتدائي شحال غتجيك 60 درهم 50 درهم، شحال غتصحح من ورقه ومره في العام؟ بالله عليكم، واش وزير غيصرح بانه الاستاذ كيحسن الدخل ديالو بالتصحيح ديال الاوراق؟ يعني واحد بسيط، غير انسان بسيط، انسان عادي ما يقدرش يقول هذا التصريح هذا. وهذا الشيء اللي جعل انه يأجج الوضع ديال الاساتذه، ويجعل ان الاساتذه كما كنقولوا يزيدوا في الاحتجاج على هذا التصريح ديال الوزير. انا ما عرفتش واش هو اصلا ما كانش يعني ما هو ليس على علم مثلا بداك القيمه الماليه اللي كتخصص لاوراق التصحيح، وراه غير قالوا ليه هذوك المدراء المركزيين ولا الكتاب العام اللي معاه، لا ادري، ولا انه ما فهمتش كيفاش انه خرجت لي هذيك الهضره بانه راه الاستاذ كيحسن الدخل ديالو بالتصحيح ديال الاوراق. اذا هذه كانت يعني السرد ديال الاحداث والسرد ديال الشيء اللي واقع فيما يخص الاضراب ديال الاساتذه بالنسبه اليوم الاربعاء. ان شاء الله يكون عندنا فيديو اخر ديال نتناولوا فيه المستجدات القادمه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.